واحدة مع الإمام الجواد في بداية المحاضرة، وواحدة صلاة الرزق لرسول الله عن رسول الله. عظيم هذا الرزق، أنا جربته تكرارا ومرارا مع نفسي ومع عيالي ومع أهلي ومع أصدقائي وإخواني. أي صديق عندما علمت هذه الصلاة الرزقية يزداد رزقه يوم بعد يوم حتى يرزق في عام حج بيت الله الحرام. كم وكم من أصدقائي من خلال هذه الصلاة رزقوا حج بيت الله الحرام. وإنما أذكر هذه الصلاة، صلاة الرزق، للأخ الذي من المنتسبين في العتبة المقدسة مسؤول الصوت، قال عندي مشكلة مالية وأريد تعلمني شيء. قلت له إن شاء الله أعلمك صلاة مجربة من مجرباتي لزيادة الرزق. فأردت أن أعلمه، ولكن تبادر إلى ذهني أنه لماذا لا أعلم كل إخوان الحضور، خلي الخير يعم إن شاء الله. فعليه آخر المحاضرة بشرط أنه ما أنسى، وإذا نسيت ذكروني. إن شاء الله سيكون صلاة الرزق من مجربات ومن تحفة الكاظمية، نعتبرها هدية من الإمام الكاظم للزوار وللإخوان ولأهالي الكاظمية المحترمين. للأخ أنه صلاة ركعتين بنية زيادة الرزق. الركعة الأولى الحمد، حفظوها، واللي عنده قلم وورقة يكتب. الحمد وإنا أنزلناه في ليلة القدر، المحافظة اللي يحفظها، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثم بعد ذلك 15 مرة يقول أستغفر الله فقط، أستغفر الله 15 مرة، مثل صلاة جعفر الطيار. صلاة جعفر الطيار يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تسبيحات الأربع. هذه لا، بعد الحمد وبعد إنا أنزلناه تقول 15 مرة، جربوها، تقول 15 مرة أستغفر الله. ثم تركع في الركوع، بعد ذكر الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده تقول 10 مرات أستغفر الله. ثم تقوم سمع الله لمن حمده 10 مرات تقول أستغفر الله، ما بها وأتوب إليه، بس أستغفر الله أستغفر الله. ثم تسجد في السجدة الأولى تقول بعد ذكر السجود 10 مرات ماذا تقول؟ أستغفر الله. ثم تجلس جلسة الاستراحة الأولى وتقول 10 مرات أستغفر الله. ثم تسجد السجدة الثانية بعد ذكر السجود تقول 10 مرات أستغفر الله. ثم تجلس الجلسة الثانية قبل أن تقوم وتقول 10 مرات أستغفر الله. ثم تقوم وتقول بحول الله وقوتي أقوم وأقعد. وتأتي الركعة الثانية بعد الحمد وبعد سورة إنا أنزلناه أيضا تأتي ب15 مرة أستغفر الله. ثم تقنت، ثم تركع 10 مرات أستغفر الله، سمع الله لمن حمد 10 مرات أستغفر الله، سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى وبحمده 10 مرات أستغفر الله. تجلس 10، تسجد أخرى 10، تسجد 10، ثم تتشهد، ثم بعد ذلك تسلم، تكمل الصلاة. لما كملت الصلاة وراها مرة واحدة تقول لا إله إلا الله وحده وحده. ثم بعد ذلك تأتي بتسبيح فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام 34 مرة الله أكبر، 33 مرة الحمد لله، 33 مرة سبحان الله. ثم تسجد، فقط هاي الأخيرة لازم تحفظوها. ثم تسجد وتقول في سجودك يا مخلص يونس ابن متى من بطن الحوت، قصة يونس الله خلصها من بطن الحوت، يا مخلص يونس ابن متى من بطن الحوت خلصني. يا مخلص يونس ابن متى من بطن الحوت، يونس أبو متى اسمه، يا مخلص يونس ابن متى من بطن الحوت خلصني. ثم بعد ذلك تكمل الصلاة، الصلاة كملت. وفي نفس الأسبوع يأتيك رزقا جديدا، وهكذا كلما تستمر على هذه الصلاة كل يوم أفضل. ما تقدر كل أسبوع مرة، هي تقريبا 5 دقائق أكثر ما تطول ترى، ولا صلاة الصبح ولا صلاة الظهر ولا صلاة العصر، أي وقت من الصبح لليل، من الليل للصبح لك حق تصليها. فأي وقت تصلي ذلك فإنه يزداد رزقك من المجربات، بحيث تشوف يوم على يوم أوضاعك تتحسن، مالك الحلال يتحسن ويزداد،
وضعك المادي يزداد إن شاء الله، يتوفر عندك المال والبنين إن شاء الله، كما يتوفر عندك الأخلاق الطيبة، لأنه رزق الله معنوي ومادي، فالله كما يرزق الماديات يرزق المعنويات. فاطلبوا رزق الله بهذه الصلاة المادية والمعنوية. اطلب أخلاق، اطلب علم. إذا مثلا غضوب قل له لا أنا أغضب بسرعة، أسألك أنه تعطيني الحلم، أنت الحليم يا حليم أريد حلم منك. إذا مثلا ضعيف قل له يا قوي أريد منك قوة. إذا مريض قل له يا معافي يا مشافي أريد منك الشفاء. أي شيء تطلبه بهذه الصلوات إن شاء الله سوف يقضيها الله جل جلاله مع الصلاة على محمد وآل محمد.